أصدر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور أشرف الشيحي قرارا بفصل الأستاذين في كلية الطب الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد الجوادي، وذلك لتغيبهما عن العمل منذ شهر يونيو الماضي دون تقديم أعذار أو طلب إجازات بحسب ما قالت رئاسة الجامعة. وقالت جامعة الزقازيق إن قرارها أتى بعد تشكيل لجنة تحقيق بناء على عدة شكاوى، وثبت تغيبهما عن العمل من دون تقديم أي عذر. وأكد رئيس الجامعة أن القرار هو قرار إداري بحت وليس له أي هدف سياسي ولا يقصد به أي فصيل أو جماعة. ولحسن الحظ معنا في الاستوديو الكاتب والمؤرخ السياسي والدكتور محمد الجوادي. ربما لا يعرف كثيرون أن الدكتور محمد الجوادي وأستاذ في كلية الطب إلى جانب موضوع المؤرخ والمفكر السياسي. ما تعليقك على هذا القرار؟ يعني أنت قصدك تاخد مقابل الشهرة؟ لا يعني أنت عايز الفاتورة بتاع الشهرة تعمل لي شهرة. طبعا القرار في حد ذاته أنا أحترم قرار الجامعة، أقدر قرار الجامعة، أنا أعتز بالجامعة اعتزاز الأب بابنته وأفخر بها افتخار الابن بوالدته. وأنا سعيد بهذه الجامعة اللي رشحتني قبل 10 سنين بمجلس الجامعة نفسه لجائزة الدولة التقديرية اللي نلتها من المرة الأولى. سعيد بهذه الجامعة اللي أسست فيها حاجات كتير، منها صندوق التأمين بتاع أعضاء التدريس اللي أنا هستفيد منه بكرة إن شاء الله، لأن هكون خلاص بقيت خرجت من فإن شاء الله هاخد مبلغ كبير برضه، كنت أنا اللي أسسته زمان من 30 سنة. ففي كل الأحوال أنا سعيد بقرار الجامعة ولا معقب عليه. أعضاء مجلس الجامعة بما فيهم الدكتور أشرف هو زي أخويا يعني، لأنه أوثق علاقات الناس في الجامعة بيا قرابة وأصلا وفصلا وعائلة وكده هو الدكتور أشرف. يعني يقدرونني ويحترمونني. الناس اللي قدموا الشكوى أيضا ادوني وسام على صدري إن مجرد غيابي عن الجامعة بقى محسوس، لدرجة إن في ناس كتير غايبة، آلاف غايبين ما حدش حس بيهم، لكن غيابي هو اللي كان محسوس. الحالة على ما يبدو تتجاوز الدكتور محمد الجوادي بشخصه إلى أن تصبح حالة عامة. هناك قرارات من هذا القبيل صدرت بحق الدكتور عبد الرحمن البر في جامعة هناخدهم واحد واحد. الناس اللي في السن التقاعد ما يتقالش عليهم فصل، لأن هو طبيعي بياخد معاش، يعني هو طبيعي خلاص فصل، هو أنهى خدمة وعمل إنهاء خدمة خلاص. مثلا الدكتور محمود عزت أنهى خدمة. فهي حتى في المصطلحات يعني حتى دلوقتي بقينا في ناس بيعملوا مقدمات القرارات القانونية غلط، يعني اللي في المعاش ملوش فصل، هو خلاص مش موظف. الدكتور الشيحي قال معلش ما هو القرار ملوش علاقة بالسياسة لا ما هو القرار يعني أنا أحترم طبعا مقولة الدكتور الشيحي طبعا وأتشرف بيها، وكويس قوي إن أنا مش بالسياسة، وإنما لمجرد إن أنا غبت ده شرف ليه، وأنا أصدقهم إن ملوش علاقة بالسياسة. وأنا أقوالي لم تتغير لا قبل الثورة ولا بعد الثورة ولا قبل يناير ولا بعد، وأنا على صداقة بالرؤساء الخمسة المتعاقبين، الرئيس مبارك والرئيس مرسي والرؤساء والمشير والفريق السيسي والرئيس عدلي منصور، يعني فالرؤساء الخمسة سواء القادم والحالي والسابق والمحجوب فاحترمهم كلهم وكلام من ده. طيب. لكن أنا زي الإمام أحمد بن حنبل، يعني ده مثل الأعلى في الحكاية دي، أنا حنبلي في آرائي، فأنا هقول القرآن مخلوق، سيدنا أبو بكر ما قالش كده ولا عمر قال كده. هقول على الانقلاب إن هو ثورة، يتقطع لساني وما أقولش الانقلاب ثورة. أنا اللي طلبت الجزيرة يعني عشان أقول الناس بيفتكروا إنه تهمة إيه. أنا عمري ما أهنت الجيش، أنا عملت للجيش 5 مجلدات لو دفع فيهم أكتر من 50 مليون ما كانش حد يقدر يعملهم، التاريخ العسكري اللي أنا عملته لمصر. لكن أنا ما هنتش، لكن أنا اللي طلبت الجزيرة وطلبت القنوات المصرية والقنوات الأمريكية، مش بس الجزيرة ولا المصرية أو القنوات الأمريكية. ومنذ اليوم الأول لوقوع الانقلاب في 3/7 وأنا أقول تخشى أن يقال أنك تستقوي بالخارج لمناهضة جيش بلادك، يعني هذا الكلام يتردد. الأول هو الجيش مهمته أنه يقوم بانقلاب، ده الجيش ده أنا بحمي الجيش إنه ما يقومش بانقلاب، أنا بحميه إنه ما يتزحلقش، إنه ما يتزفلطش. أنا بحمي الجيش. شكرا. أنا أفتدي الجيش بحياتي كما افتداني الجيش قبل ذلك. الجيش ده ليه فضل عليا، هو اللي خلاني بني آدم. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الجوادي الكاتب والمؤرخ السياسي والمفكر السياسي. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء، موضوعات فتحناها وناقشناها وأخرى لم يسعفنا الوقت لمناقشتها. إلى اللقاء في مشهد مصري جديد غدا بإذن الله. السلام عليكم.